ايوه، انت لا تاكل هم. خلص قصتك كلياتها محلوله، هون صرت بامان. بس تعال شوف لي شلون احسن تهرب من سجن القلعه؟ لعمة الجن الازرق ما بيطلع منه. يا سيدي قائم مقام السجن كان يجي كل فترة ياخذ كام واحد من الرجال مشان يكسروا الحجار وينقلوهم. ويوم اللي اجى فيه دوري لطيت وتخبيت. هي عتمت العين علي، شمعت الخيط وقلت يا رب. الله محيي البطن اللي حملك لك سمعه. هيك هيك بدي اياك. قل لي شلون قضيت الايام بالسجن؟ والله زلونا كثير، زلونا كثير عقيد. هي الله يلعنهم. معلش لك سمعه، معلش إلهم يوم، هذول إلهم يوم. عقيد نحن لازم نهجم على سجن القلعة. أنو شلون بدك يعني نهجم على سجن القلعة؟ سجن القلعة فيه كثير مظاليم، وهدول كلهم لازم ينردوا لعند أهليهم وعبيوتهم. ولك يا أخي الفوتة على سجن القلعة بدها سلاح كوميات. الشغلة مو هيك. خلص كول أنت كول، سلت لي هاللقمتين وريح لي بدنك مثل ما قلت لك، ولا تفكر بهيك شيء. سمي بالله. بسم الله. لا يا حبيبي لا، لا لا يا ستي لا، لا يا ستي لا. معتز تعال تقبرني، تعال شوف ابنك. طلعي سمشوا هالقامة. قريبا القضاي. خليك فوق لك معتز، فوق انت فوق. خلي راسك مرفوع لفوق لفوق. ماني مصدق عيوني يا بي. تعال ماني مصدق عيوني. اهلين اهلين برمضان. اهلين ابو العز. قدمك خير ابن عمي، خيرية ولدت وجابت صبي. شاو يابا، شاو أبي، مش عملوا لحم. اشتقت لك يا أبي. لك اهلين اهلين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قدله لحفيدك ابو عصام، قدله. هيا ما تخلص. رح سميه على اسمك يا أبي. أبي لا أبي الله يرضى عليك، أنت حابب اسم جود خليك على اسم جود. اسم شوكت أخذه أخوك خلاص، أبو شوكت عصام. خلاص بإذن الله سميناه جود. مبروك علينا جود أخي، مبروك علينا. الله يعزك يا أخي، الله يعزك. أهلين جود. وأنا صغرت أنا لأبوه. لا والله طالع لجده. لا 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 طالع لك صغرته أبو ضاي، بس أزعر شوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبروني انتوا الكل. ايه سيدي، شو حلوانه والصبيات لشوف. ألوانه عندي يا أبي، ألوانه عندي. شلون اخو العز؟ طمني، شلون الشباب؟ كلهم داعين لك يا أبي، داعين لك. بس هيك من كم يوم راح لنا رفيق غدر فيه أسير فرنساوي. راح شب مثل الوردة، كان من زينة الشباب والله. الله يرحمه أبي. منيته قدره منيته. تعيش وترحم يا أبي. والله مالي مصدق عيوني. أهلين أبو العز. أبي هو. أهلين أبو الغالي. أهلين فيك يا أبي. يا أبي بدي أسألك سؤال. تعال أبي سأل. صار زمان على حركشاتك أنت يا تشوف. والله هن كركوا علي كثير يا أبي. شو قصة هي الفرنجية؟ أبي
خليك بحالك هلا. قوم شوف عيالك، هلا صار عندك عيال لك أبي. خليك هلايك مع أمك وأخواتك، ورجع بعدين لفوق لعند شبابك. وقصة هاي المرة ما راح لك انساها، لا تنساها، راح جاوبها بس مو هلا، حتعرفها أبي. أول على آخر حتعرفها. ايه اللي بدك اياه يا ابي، اللي بدك اياه. ايه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا معتز. بعدين لا تنسى انت واحد ملاحق والعين عليك، يعني ما بدنا نفوت بمشاكل. الله يرضى عليك، نلاقي لها حل مشكلتك بعدين بالاخير. قوم لا مشي، روح اتكل على الله، روح. يسلم لي ربه ابو عصام. اهلي الاولاد. شايف ابن عمي شو بيشبهك؟ أنو بيشبهني كثير والله. تقول انت الخالق الناطق. لك ابني، هذا ابني. يا حي الله بأبو الجود أبو معتز. يا رب يا رب تبعت له ايام احلى من ايامنا. يا رب. دخيل الله، دخيل الله. والله شكله هالزنبق ما رح ينبق اليوم. الله لا رجعنا خايبين عقيد. امين امين. كأنه في صوت معه. اي والله في صوت. شو عقيد؟ نطلع له؟ خليه شوي ليستوي، نشوف شو بده يعمل. يفتح حريشهم عم يتقاسموا. نقول الله عقيد. منقول الله. بريك من ايدك انت وياه ولا؟ بدك دخيلكم يستر على عرضكم. شو يا انفوت؟ شايفك صرت قطة. طول بالك ابو ضاي، رح احكي لكم كل شيء، كل شيء. شو بدك تحكي لنا ولا شو بدك تحكي؟ وليكن الحكي قدامنا واضح مثل عين الشمس. عم تسرق ما هيك؟ الله حيه حكيم حمزه. اهلين على راسي. شلونك؟ بشير تمام الحمد لله. والله ما عم نسرق. إذا بتحلف مرة تانية برب العالمين لسانك بقص لك يا ولا. بس خليني احكي. اسكتوا لك ندل. انت واحد واطي وحرامي. انا مالي حرامي، لك مالي حرامي. كان شو انت؟ هذا اللي قدامنا كلياته شو؟ منين جايبه؟ ها؟ والله جوعانين، بالجوع سرانا. كحاجة جوعانين، شو هي جوعانين؟ الواحد لما بيجوع يمكن يسرق مرة، أما مو كل مرة. بعدين هاد كله جوعانين. ها؟ احكي ولك واطي، ليش عم تسرق؟ داخل على عرضك، انا مو حرامي، انا عم بسرق اعطي الفقرة. الله وكيلك، وكيل السماء والارض، عم بسرق مشان ياكلوا الفقرة. خرس ولا؟ اصلا كل واحد عمل مثلك، ما كان صفي فقرة بالدنيا. كذاب. معك حق سمعوه، روق، معك حق. حملوه هو والغراض على الطنبور. يلا ويا رجال روقوا، الزلمه ما بنقدر نقطع له ايده هيك قلا. الشرع بده حدا يفهم فيه. واضحة عقيد واضحة. واحد سرق والله حلل قطع ايده. لك اكيد هذا حرامي، وبالقرآن الكريم مذكورة السارق بتنقطع ايده. صلوا على النبي يا رجال. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ما بنقدر نقطع له ايده للزلمه، ما بنقدر نقطع له ايده. بعدين الزلمه عم بيقول انا عم اسرق لحتى طعمي الفقره. شو هو؟ ايه معناتها شو بدنا نعمل هلا؟ عم اقول انزل اسال كباريه الحاره. لكان اسال الشيخ عبد الحليم وشوف شو رح يقول لك، كلامي مزبوط ولا لا. ايه خلاص، اليوم اول ما بتحتم العين بنزل بسال الشيخ عبد العليم او حدا من كباريه الحاره، وراح اشوف شو بده يقول لي. منيح هيك؟ روقت ابو حازم؟ روقنا عقيد روقنا. مرحبا
بدكم تقطعوا له ايده؟ شو هالقصة لك اخي؟ يا ابي سمعان؟ صلي على النبي عصام، صلي على النبي. الشباب عم يقولوا هيك لانه الزلمه قارر بالسرقه. وايش كان سارق؟ وايش كان؟ منو انتو لحتى تفتوا؟ منو انتو؟ يا اخي ما بدنا نفتي، انا لهيك جاي اسالكم. لك ابني، قطع ايد السارق إلها شروط ابدا مو لعبه. انه نغلط بالشبهه احسن من نغلط بالحد. وقال عليه الصلاه والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ان تخطئوا في العفو خير من ان تخطئوا في العقوبه، واذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرأوا عليه الحد. بس يا شيخي هو قر واعترف وقام كأنه كذاب. قال شو؟ عم يسرق لحتى يطعمي الفقرة. كذاب؟ وشو عرفك اخي انه هو كذاب؟ شو عرفك؟ ولك يا اخي كل الحرامية بتحكي هالحكي عصام، روقنا. وكمان الرسول الكريم قال: اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار. قطع ايد السارق لها شروط، وبدهم يقعدوا اكثر من 10 قضاة شرعيين يدرسوا حاله للزلمه ويفهموا منه ايش كان سارق مشان ياكل ويطعمي غيره. فهذا ما بينقام عليه الحد، لانه زمننا زمن غلاء، وشوفت عينك دنيا قايمه على نار، وبالشام اساسا ما في هيك احكام. طيب شيخي، من بعد امرك بدي اياك تنزل عند منا على البريه تحكي هالحكي كله قدام الرجال. ايه بدي اجي، بس بدي اقول لك شغله. بدنا نمشي معرف البلد. البلد هلا فيها عدليه وفي قانون، وما بيجوز نمشي العدل على كيفنا. من ايمتى نصب لي حالك حاكم؟ واحد عم تقطش وتلحش وتفتي، تقطع ايدين وتاخذ مال وتقيم من هاد تحط لهاد. لا يا ابي مو هيك القصه. شلون لك القصه؟ القصه انه ولك عم تقطع ايدين انت، يخرب بيتك من حالك. لك ايدين بني ادمين هذول، بني ادمين يعني مثلك مثلهم، انت روح واني روح. منو انت بالله لحتى تقطش وتلحش وتفتي وتقطع؟ لك شو عم تساوي انت؟ صاير سلطان زمانك؟ لك انت شو بتعرف من القرآن؟ شو بتعرف من الدين؟ هل كم آية اللي عم تصلي فيهم في غيرهم؟ عينك بعيني اللي شوف في غيرهم؟ عم تصوم، عم تصلي وكفاها الله. لا خليك هون، أكتر من هيك ما بيطلع بإيدك، صاير سلطان زمانك، بدك تقطع إيدين، وبدك بعد شوي تشنق، بعد شوي بتطلع لي فرمانات مثلك مثل والي الشام، ولك أنت طلعت ولا نزلت واحد فراري. لك فراري ومطلوب، الفرنساوي بده إياك، وبده راسك. لك أبي أعطي بالك على حالك أنت ورفقاتك، وأنتم ولا حالكم حافظوا على حالكم. وين فايتة الفوتات هي؟ خليك هون أبي. مين قتل؟ مين ضرب؟ مين انضرب على قلبه؟ لك شو قصك؟ لك بلد هي فيها قانون وفيها عادلية ولو فيها محتل. فهمت؟ ولو فيها محتل وظالم فيها قانون وفيها عادلية. وين رايح تفتي بيناتهم أنت؟ أبي الله يرضى عليك. العدل له سلطانه. شو سلطانه؟ القاضي. والقاضي له سلطانه. شو سلطانه؟ العلم والشرع. مو كيف من كان، مو من آية ونص صرنا هيك. هذا سلطان لك أبي سلطان. نحن رافعين راسنا فيك لك معتز، رافعين راسنا فيك للسما، وانت واقف ضد الفرنساوي، ضد المحتل. خليك هيك، لا تنزع، الله يرضى عليك. يا ابي بس انا ورجال كلياتنا قصدنا نعمل خير يا ابي. انا قصدي الخير. ليش شو انا قصدي لك ابي؟ شو حكي في شياطين انا؟ لا العفو يا ابي، العفو منك. لك ابي كل شيء كل شيء بهالدنيا بنلعب فيه، كل شيء الا شغلتين. شو هن؟ الروح والدين. والشغلتين مو شغلة بني ادم، مو شغل بني ادم هدول. لا شغلي ولا شغلك. شغله الروح، شغله والدين، شغله. كل شيء لهدول لك ابي الله يرضى عليك. كمشت حرامي عال، كمشت واحد عم يسرق عال، عفارم عليك، ولك ثوابها عند الله وعند الناس، لك ثوابها. خذ مسروقاته ورجعه لاصحابه وخلصنا. كفى الله المؤمنين شر القتال. بس مين انت اللي تحاسبه؟ ولك اذا ما في قانون يحاسبه، في الله بيحاسبه. اتركه لله. فهمت؟ امرك يا ابي. فهمت. ابي فتح مخك، فتحه. قد ما كان فتحه لسه بده ينفتح اكثر، الدنيا بتعلم. ابي بركي بكره طلعت بالعفو يطلع لك شي عدو من هدول. مزبوط يا ابي، ببصم لك بالعشرة كلامك كلياته مزبوط. الله يرضى عليك. ابي كبرت مخك، برضاي عليك كبر لي مخك وخلي الله بين عيونك. ما بدنا نعمل شيء نندم عليه. امرك يا ابي. روح هلا فوت على مخدعك وشوف ابنك ونشوف الله شو يقدرنا نسوي.
قول الله ابي قول الله. امرك يا ابي. صلي على النبي يا ابو جود. ابوك بده مصلحتك. معلوم بده مصلحتي. هاتي لشوف هاتي. سبحان الله سبحان الله. الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. لك يا ابني، شلون اجى من قلبك تسرق من كل شيء معه مصاري مشان تعطي للفقراء؟ الله وكيلك يا شيخي ما مديت ايدي على المصاري، كل اللي اخذته يا حدث يا شعير يا حنطه يا سمن، يعني كله اكل. ومثل ما جوعنا يا شيخي وعنا اولاد ولا بعرف اشتغل شغله ثانيه ولا عندي ارض اشتغل فيها. يعني شلون ما بتعرف تشتغل شغله ثانيه؟ انت شو مصلحتك يا ابني؟ انا مصلحتي فلاح يا شيخي، واجا الفرنساوي اخذ لي الارض تبعي وكبني لبرا، لا عطاني حقها ولا عوضني بشي ثاني. واشتغلت عند كذا واحد بس الله يسامحه ما كان يعطوني شيء يكفيني ويكفي اولادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. من لا يرحم لا يرحم. شو أعمل يا شيخي؟ يعني موت من الجوع يا شيخي. اسمع يا ابني، هاي الحنطة اليوم بترجعها لأصحابها، وبكرة إذا الله راد بتمر لعندي على الحارة، فهمت؟ فهمت شيخي، مثل ما بدك. وبدك تحلف قدامي يمين معظم على كتاب الله إنه بعمرك ما بتمد إيدك على رزق غيرك. عليم الله ما عاد عيدها، بس يشهد الله إني كنت مضطر. ابو حازم سمعوا قوموا فكوا. يا رجال والله. هذا انت لك نبيل؟ لا هذا مو انا. هذا خيالي. مرحبا يا فندي. اهلين فيك. اهلين عمي نبيل، وشك ولا ضوء القمر؟ لا حبيبي هذا ضوء الشمس. يا حري حريشة، هيك لك ابو النبل هيك بتقطعنا، لك مدة ما عم تجي، شو يكون طلع عفو عليك؟ لا يا عقيد لا، لك ما فشر يجيني عفو. منيح اللي ما انعدمت لهلا، اثنين برقبتي، واللي جاي دورهم على الطريق اكثر. داخلي وحياة اللي خلقك داخلي من القعدة تحت، وجاي لهون ليطق معكم على طول. لك 100 اهلين وسهلين، يا عليم الله نورت وشرفت. مين القبضاي؟ شو عقيد؟ هيك عالناشف، شو القصة؟ ما في تفضلوا، ما في كاسة شاي، شو؟ لعيونك أحلى كاستين شاي تخدم شواربكم. اعملوا لنا غدا يا رجال. فندي. تفضلوا. والله كأنه ما في شيء متغير، كل شيء لساته على حاله. لا عمي نبيل، ما شفتني ناقل فرشتي من هون لجوا؟ شرف عمي. هات لشوف احكي لنا شو صار. والله ما بحكي لحتى يصير الشاي، انا شفان ريقي. يا حري حريشك ليكو الشاي وهي الاكل عم نساوي لك اياه، احكي لشوفات شو القصه. هذا يا سيدي بعد ما طلعت من هون من شاروع على مصر ما صار معي شيء مهم غير اني تجوزت ولقطني لفرنساوي وقدرت اهرب. وشلون قدرت تهرب منهم؟ شو شلون هربت منهم؟ هربت منهم بقدرة قادر. بعدين ليش مستعجل؟ بحكي لكم اياها بعدين، قاعدين ومطولين. ولك مين هالمجنون هاد اللي بيعطي بنته لواحد فراري وفي برقبته اثنين؟ اللي الله عامي على قلبهم كتار. هذا يا سيدي أخذت بنت عمي ساكنة بمعلولة، ومن شان تكمل معي قامت كترة الكبسات لهونيك، فقلت مالي غير حل واحد إني شمع الخيط وإجي لعندكم. بس أحسن شغلة صارت معي يا رجال إني التقيت بهالشاب أخي فريد، زينة شباب جبل العرب. والله على راسي السويدة وأهل السويدة وكل جبل العرب. بس أخي فريد قصته قصة، يعني بده يضل معنا هون لبين ما الله يفرج علي وعليه بإذن الله. بإذن الله رح تنفرج علينا كلنا. والله شلشني لك نبيل. شو قصته أخي فريد؟ شو قصته أخي فريد؟ ليكو قدامك ولسانه بيحكي، أصلاً هو من وقت اللي اجينا ما حكى ولا كلمة، اسأله قل له بيحكي. هات لشوف أخي فريد، إذا كنت حابب تحكي احكي، كلياتنا عم نسمعك.
لما ما قبلوا يعطوني اياها قلعني ابوها تقليعة الكلاب. قال لي اسمع ولك، اذا بترجع لهون لعلق مشنقتك باول البلد. الله اكبر على الظالم. والله لو كنت محلك ما بعرف شو كنت بدي اساوي. صعب يتقلع الواحد قدام اهله. انا رحت اطلبها لحالي. رحت لحالك؟ ليش لحتى تروح لحالك؟ ايه لحالي؟ اهلي وعيلتي ما رضوا يروحوا معي. ليش لحتى ما يرضوا؟ ما قلت لك يا عقيد قصتي كثير صعبه. هات لشوف يا سيدي، عم نسمعك. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انا من ملي وهي من ملي، مشان هيك لا اهلي ولا اهلها وافقوا. طيب انت شو عملت؟ اخذتها خطيفه. خطيفه؟ بس كان لها شرط واحد، اني استناها انا والشيخ واثنين شهود. وبدها تطلع عن شور اهلها كمان؟ هدي شوي سامحوه، هدي الله يرضى عليك خلينا نسمع. ايه يا اخي فريد، تفضل كمل. واستنيتها انا والشيخ واثنين شهود، وتجوزنا على سنة الله ورسوله، وتركنا لهم كل المنطقة. بس عرفوا أهلها جنوا، اجوا لعنا قطيعة وتعاركوا مع أهلي، حتى إنه أخي تصاوب وقالوا إذا ما بيرجع البنت بنحرق الأخضر واليابس. وهون أهلها وأهلي صاروا يدوروا علينا. أهلي بدهم إياني يطلقها، وأهلها بدهم إياها لحتى يقتلوها، ونحن مو طالع بإيدنا شيء. في واحد من قرايبين بيها بيعرف القائم مقام الفرنسي، عطى اسمي للفرنساوي، وهيك كمان صرت مكتوب للفرنسيين. خير يا عبضاي، لك شيء؟ بتعرف يا عقيد، أنا خايف كون ورطت هند معي وما أقدر أحميها من أهلها. بتعرف شو بقول لحالي أحيانا؟ والله الحب بلوي، ولو الله ما ابتلاني هالبلوي ما كنت عايش بين أهلي مرتاح وعم درس بالمدرسة. وهلق اللي قهرني يا عقيد إنه الأمر ما عاد متعلق فيه، متعلق فيه وبهند اللي تركت العز واشتت شنشطت معي. وكل الله لك أخي، وكل الله. أنت زلمة قبضاي ومعدل، لا تخاف. إذا كنت مع رب العالمين، رب العالمين راح يكون معك. ما بعرف يا عقيد، إذا أهلها وصلوا لي راح يذبحوني ويذبحوها، وإذا ما وصلوا لنا راح نضل مشردين من محل لمحل. وين بدنا نروح؟ قل لي وين بدنا نروح؟ بدنا نضل هيك دايرين؟ والمحتل وين ما بنروح بنلاقيه بوجهنا. معك حق لك أخي، معك حق. هذا المحتل بده يطلع، إن قال إيه وإن قال لا بده يطلع. بس أنت لا تاكل هم، كل قصصك وسيارك ودواوينك هي كلياتها رح تنحل، رح تنحل بإذن الله. الله يحميك يا عقيد، الله يحميك. وهيك يا عقيد، يا اما بدي صير عوايني على اهل بلدي وناسي، يا اما بدي ضل بالسجن. لا عم على الحكي. ايه والله يا عقيد، قال بدهم ياني ضل عندهم واشتغل معهم، وهن شو؟ قال بيسامحوني، وبدهم ياخذوني على فرنسا ويجوزوني ويعطوني بيت وشغل. قال شو؟ بس لاني مسيحي. ولكن ما فشروا عقيد، ما فشروا. بس انا بالاول قلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه منشان اقدر افلت منهم واهرب. وياما ياما يا عقيد حاولوا انهم يعرفوا معلومات عنا. قلت لهم لك ايه العمى، إيه انا من قرني وهو من قرني، شلون بدهم يلتقى؟ وهن اتمانهم اغبياء. صدقوا انه انا وانت مو ممكن بحياتنا انه نلتقي. أخي نبيل، أنت ما بينخاف عليك، لا بعرضي ما بينخاف عليك. ولكن نحن ما تربينا هيك، لك نحن من طول عمرنا واحد، ورب العالمين بالسما واحد، مثل ما عيسى ومحمد عليهم السلام هن واحد. شوف عقيد، أنا من اليوم وهي قدام رجال كلها، من إيدك هي لإيدك هي وعلى الموت. ولك أنا قبل الموت بس لحتى آخذ داري منهم هدول الفرنساوية الكلاب. الحمد لله على سلامتك عقيد. الله يسلمكم يا رجال. وينك لهلا انشغل بالنا عليك؟ لا ينشغل بالكم، بس كان في واحد عم يراقبني ولاطيني. شو هالحكي هاد؟ ايه والله مثل ما عم قلكم، بس انا اخذت كتف النهر مشان ما يعرف قرنتنا. وإن شاء الله ضيعته. ضيعته، انا اللي ضيعته. امشوا لكم، امشوا. لا اله الا الله. والله يا عقيد صار الشغله بدها حذر كثير.
ست خيالي لابسين عربي وجايين لهون. يا رجال نزلوا سلاحكم، لا حدا يقوس ولا فزكه. بلكي كانوا الفرنساوية؟ لا، الفرنساوي ما بيعمل هيك. الفرنساوي بيفوت علينا بفرتفوته. مين فيكم العقيد؟ مور يا قبضاي، شو بدك؟ هن كلمتين وما في غيرهن، يا بتسلمنا اياه يا بيننا وبينكم البرودة. نحن نعرف انه هو معاكم هين ومتبعين اثره من زمان. وشو بدكم منه؟ نحن نريده وخلص. شوف يا عقيد، سلمونا فريد وراح نكف عنكم. ونحن من امتى كنا نسلم ضيوفنا؟ ولا واحد ماتنا ما بنسلمه. فريد واحد منا وعلى روحنا ما بيطلع من هون. حنا جايين نكسر الشر، ما بدنا دم بيننا وبينكم. اعطونا فريد. اسمعني منيح، تاخذ رجالك وبتروح من هون بيكون احسن لك. شوف يا عقيد، هسا اذا رديتنا احنا مروحين، بس رح نرجع ونجيب كل رجال العشيره ها. اسمع لك قبضاي، طلع حواليك منيح هيك. هدول كلهم رجال بلدك، هدول كلهم سوريين، عم ترفع سلاحك عليهم. بدك يانا نقوص بعض. ايش كان بدك تقوص حدا جاني قدامك؟ قوصني قوصني، بس يا عيب الشو، يا عيب الشو. بدك الناس تقول انه السوري قتل السوري وترك الفرنساوي المحتل. يا حيف، يا حيف. ضبوا سلاحكم. هذا أني هون، هاي رقبتي وهي صدري. ثاركم مو مع رجال، ثاركم معي وأنا جاهز. وكله مشان شو؟ لأنه أخذ بنتكم على سنة الله ورسوله؟ لأنه النزل أخذها من غير شور أهلها. إحنا أمرنا مع فريد، وإحنا مش قاصدينكم إلكم. إحنا بدنا فريد وبدنا هند بعد، وحتى لو رحلتوا من هون وين ما كنتوا لاحقينكم. مو نحن اللي بنخافوا من الرحال. هلا روح عمي روح، روح الله ييسر لك. خود رجالك وروح، وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. روق أخي فريد، روق. كل شيء له حل. إن شاء الله ما بيصير لك الخير، أنت لا تعطي بالك. حملي صار ثقيل عليكم يا عقيد. لا تحكي هيك فريد، لا تحكي هيك. لا لا أخي فريد، لا. شو هالحكي هاد؟ اللي بيصير عليك بيصير علينا، وبهي الرقبة. شرفوا يا رجال، شرفوا يا رجال. خير ما عملت أبي ما قصرت. الجماعة مو ناويين على الخير يا أبي، مو ناويين على الخير. الشر عم يطير من عيونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي فتنة كبيرة رح تصير يا جماعة، وإذا ما بنوقفها الله أعلم لوين بدها تودي. حبيدك شيخي، بس أنا اللي قاهرني يا أبي، اللي قاهرني إنه نحن بدنا نضرب بعض ونترك الفرنساوي. ملحوقة أبي ومحلولة، وكل الله. وينو الشبل؟ عند مني بالجبل، الله يعينه على القصة. بري عليك عمي معتز، حطيت دمك على كفك وجيت تخبرنا. الله محيي أصلك. ما بدها وقفة يا أخي أبو عصام. قوم أبي، قوم لك شوف لك طريق، قوم. يلا الله يبارك فيك. يلا مهلي بالمهلي، يلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بابو عصام. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا اهلا ابو ظافر. شرفوا اهلا ابو ظافر. شرفوا وسهلا ابو ظافر. الله يعلم شرفتوا. عمر يلا ديروا القهوه. الله يزيدك شرف. الله يبارك فيك. يا حي الله والله. طبعا الله يبارك فيك يا رب. الله يسلم الديات. شرف عمي. خير يا ابو عصام.
الله يجعلك بخير انت والسامعين ابو عمر. اخي ابو عمر، نحن جايين بطلب بين الاخير، وقهوتك مشروبه اذا بتلبينا. شراب وطلب. يابا موجه الله عليك لا تنطيهم وعد. يابا لا تخزينا، جايين مشان اختي هند وهذا الواطي. اطلب اي شيء غير هالطلب يا ابو عصام. البنت طلعت عن شورنا وخالفت اعرافنا وتقاليدنا، ولازم نقيم الحد عليها وعليه. والله نذبحها والله. جيتك غالي يا ابو عصام، ولو تطلب ولد من اولادي لقدمته من غير تردد. يا ابو عصام، اللي صار صار، والمكتوب ما منه مهروب. كسبونا الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك. ابو عمر، نحن جينا وبنعرف الاصول. نحن بنعرف انه الشاب غلط، وغلطة هالقد يعني، وبنتك كمان لا تواخذني بالكلمة كمان غلطيت. طلعت عن شورك، وهذا بيعرف الله ما بيجوز، ما بيجوز. وش من عملت 10 ب10 الحق معك ونحن معك. بس تعال نحسبها، إذا انهدر دمه الولد وراح فيها، وين حنروح؟ شو تولياه؟ ويا حنروح بحالنا ما حتصير فتنة. نحن مالنا حاكمين حالنا ابو عمر، انت بتعرف البيت بلد محكومة، فقر ودين والناس ملاقي تاكل، وفوقها مشاكل، لا وفوقها دم. نحن محكومين، في محتل رح يقنصنا، رح يضربنا عربين واكثر. والله مو ناقصنا. تعالوا احسبوها وين رايح البلد ان شاء الله، وين رايح البلد؟ نحن فينا من داويها، بس غيرنا ما راح يداويها، رح يغمق بجرحها. قل لي لا. الحكي اللي قاله اخي ابو عصام دهب دهب. البنت طلعت عن شوركن ونحن ما بنرضى بهالشي، والشاب كمان غلط واهله ما قدروا يمنعوه. بس الضرر اللي صار كتير بسيط قدام الفتنة يا ابو عمر، والضرر بسيط لانه الموضوع اصلا صار على سنة الله ورسوله وعلى الشرع وبالحلال. كسبونا كمان الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واللي صار عسى صار لخير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نحن بدال ما نهدد ونتوعد لك ابني ويصير الدم للركب، خلينا نقول انه فريد اخذ بنت عمه على سنة الله ورسوله. البلا بس يعم لك يا اخي ابو عمر بيعم على الكل، والخير بس بيصير كمان للكل. ونحن طول عمرنا هون عايشين اهل واخوات، وما بنسمح بدم اخواتنا يروح هدر. لا، نحن خلقنا لنصوم بعضنا ونحمي بعضنا. الشباب اذا فار دمهم معليش، بس خلينا نشوف مثل ما قال اخي ابو عصام تواليها مصايب كبيره لك اخي ابو عمر. اللي عنا قلناه، وانت فصل ونحن بنلبس. ابو عصام، شراب قهوتك يا ابو عصام، وانت كمان يا ابو ظافر شراب قهوتك، وان شاء الله ما بيصير الا الخير. اصيل يا ابو عمر، اصيل. الله يبارك فيك، شرفتي. بسم الله. يا اخي ابو فريد، اسمحوا لنا نحكي بالنيابه عنكم على الحاضرين اذا بتريدوا. شو عرف ابو عصام؟ اخي ابو عمار، نحن وجهك وجايين نطلب ايد المحروسه هند لابننا فريد وعلى سنه الله ورسوله. نتشرف،
كريم عمي ابو عمر، كريم. الله محيي اصلك. بارك الله فيك يا ابو عمر. والاستاذ فريد نقده واللي بيتكلفه عندي، وانت شو بتؤمر رقبتي صدقني. والله ما راح تكون اكرم منا يا ابو ظافر، جيدكم علينا غاليه كثير كثير. والله انت الاكرم. سمعونا الفاتحه على نيه التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب شلون؟ عفو عن الفرارية؟ ايه والله يا عقيد، عفو عن الفرارية، هيك سمعت. من مين سمعت؟ من خالك ابو قاسم. وخالي ابو قاسم شو عرفه؟ ابو جودة قال له اياها بعضمة لسانه. ايوه ابو جودة. يعني مع عدم المؤاخذة يا رجال، يعني منو هذا ابو جودات؟ عمي هذا ابو جودات واحد عوايني، رئيس المخفر عنا. ملعوب. وحياة اللي خلقك يا عقيد ملعوب، وبدك تدير بالك ها. شلون يعني ملعوب؟ عقيد هدول الفرنساوية ما بيعرفوا الا اذا بدهم شيء، ولو بيطلع بايدهم ليشربوا من دمنا كلياتنا. هن بس بدهم شغله وحده، يسحبوا كم واحد من الفراريه مشان يعرفوا بقيه الرجال الفراريه وين متخبيين. مزبوط، معك حق، بس بركدا يعني لانه رجال الكتله هلا عم يحكوا مع الفرنساويه، ام الفرنساويه قالوا لهم خذوا هالعفو مشان يبيضوا وش قدام الخلق كلياتها، بركي بيضلوا ملعوب عقيد، بيضلوا ملعوب، وبدنا ندير بالنا. شو صبحي؟ وينهم؟ مين هني؟ أفقاتك، الحغمية، اللصوص، السكاجار. أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. فهمت علي صغير؟ انا اللي فهمت عليه. عينكم ما بديها تنام، لا عن الواوي ولا عن فياض. صار عقيد صار. بس هي قصة المسحراتي شلون بدي يخلصوا منها؟ شبنا عقيد، العيد صار على الابواب، يعني كل عام وانت بخير، فرطنا القصة. فرطناها، معيتك خاطر. رون دهلي صبحي من بيته. صار عقيد. الله معك. يلا انا رح روح هيك عقيد. الله معك. لا بالبيت ولا بالحمام؟ لا والله يا عقيد، لا مبين لا هون لا هون. وعبده ما شافه بالحمام؟ ايه شافه، قال له واصل حصة على البيت وما رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله، وين بده يكون راح؟ شو في ببالك عقيد؟ لك خايف يكون في من ورا غيابه هيك شي مشكلة، شي شغلة، والله ما بعرف. طيب بالك عقيد، الغايب عذروا معه، وان شاء الله بيرجع وبيقى بيكون عند حدا من اصحابه يا بشي محل هون ولا هون. لا خاطر، صبحي يتيم ما له غير الله وغيرنا. تسلم لقلبي عقيد، امرني شو ساوي لك روح ساوي. اسمع لك، بدي اياك تنكت الشام نكت عليه. روح بين الضاي، بين الحارات، باللختات، وين ما كان، روح على البواكيه ان شاء الله كرمال النبي تلاقيه. الله معك، دير بالك. وين بده يكون راح؟ وين بده يكون راح؟ السلام عليكم. شو خاطر؟ اللي لقيتوه؟ قالوا أسر عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دورتوا منيح حبيبي درستوا؟ ايه يا عمي بس ما خلينا ارني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ليكون أبو جودات أخده. أخي ليش بياخذوا أبو جودات؟ ليش؟ ما بتعرف، خلينا نسأل. والدي ياخذوا أبو جودات، أنا رايح أشوفه. قول الله قول الله. امشي معي خاطر، امشي. دورت عليه برات الحارة، حوالين الحارة. ما تخلينا ضروري. معتز سبقني لعند الباب. حسب لك كبيرك وطلع براس هذا الزلمه وطالع لعنده منك على جبل لفوق. ليش لحتى يطلع لعند مني اذا انا هون؟ بيطلع من حاله هيك، شو بعرف لك بقي صاير عليه شيء هنيك كمان لكبير. ما بعرف، شو عمل يعني؟ لا تطلع عنده، لا تطلع تشوف على الطريق هناح بدك تدقدس وبدك تجيب الخبر. ماشي. ترجع قبل ما تليق. لا امرك يا تكره الله ونعم بالله.
السلام عليكم يا رجال. مرحبا يا رجال. اهلين بالعقيد. شفتوا لي شي صبحي؟ اجا شي لهون؟ ما اجا. شو هالحكي؟ خير صبحي من امبارح مو مبين. هي مراقبينه عقيد. شلون يعني؟ مزبوط، هو قال لي انه حاسس حاله مراقب. لك ايه والله؟ معناتها جايين واخذينه من الحاره. لك هو قال لي هالحكي. يا باطل عليك يا صبحي اذا الحكي صحيح. بس عقيد وحده بوحده. شلون يعني نبيل؟ هن اخذوا صبحي وانت بتاخذ ابو شوتة وبنبعث لهم مرسال. يرجع صبحي بيطلع ابو شوتة، يعني وحده بوحده. وانت قلتها وحده بوحده. وانا جاهز على الموت اكيد، بس اول شغله لازم نغير قرنتنا. ما بعرف، قلت لك ما بعرف. انت بدك تعرف وتقول لي كل شيء. وينك؟ انا بجيب مختك لهون وبتصير تحكي بكل شيء. خلاص؟ لك ما حدا بيجيب سيرة عرضي ولك. ولازم تعرف كمان انه انا ومرتي واولادي واهل ديرتي كلنا في الشام واهل الشام يا كلب. لك يا صبحي، لك صبحي راح، لك راح الغالي راح، لك راح زينة الشباب. أنا ما بكون معتز إذا ما رح خلي الفرنساوي يندم كل عمره وحياته. عم تسمعني يا صبحي؟ عم تسمعني يا خيي؟ لك يا بطل عليك، يا بطل عليك، يا بطل عليك يا بطل عليك. بكرة زفت العريس يا رجال. لا إله إلا الله. زفوا العريس زفوه. لا إله إلا الله. لرحمة ربه. عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، يطلب علينا ويتمنى، يطلب علينا ويتمنى. عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، يطلب من ربه ويتمنى، يطلب من ربه ويتمنى. عريس الزين يا صبحي، عريس الزين يا صبحي، مفداك بدمي وروحي، مفداك بدمي وروحي. يا عينك يا عين، يا عينك يا عين، علم فارق الودين، علم فارق الودين، علم فارق الاصحاب، علم فارق الاصحاب، وعلم فارق الخلان، علم فارق الخلان. يا جنة افتحي له ابوابك، يا جنة افتحي له ابوابك. هذا صبحي من احبابك، هذا صبحي من احبابك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فهمت علي شو بدي منك لك عبدو؟ فهمت. بدي اياك تكون انت مرسالي من هون للجبل لعند الرجال. صار اي شيء بدي اياه منك رح يصلك عن طريق اخي ابو شوكت. مشي. هلا فتح لي مخك منيح وفهم علي شو بدي اقول لك. قول بكره من على بكره الصبح واول ما بيجعجع الضوء بتحمل ضرب طريقك وبتنزل على باب شرقي. حتم عند الباب. حتمت انا بمرق لهونيك وباخدك على الجبل. منه بتتعرف على القرنة ومنه بيتعرفوا عليك. ماشي. لعيونك أكيد. الله يرحمك يا صبحي. رحمة الله تنزل عليك. اهلين عبدو. سمعوا؟ اهلين عبدو. الحمد لله شفناك بخير. الحمد لله شفتك بخير يا اخي. اهلين يا عبدو. الحمد لله. ابو حازي. مرحبا يا رجال. اهلين ابو ضاي. على راسي. نبيل يا اخي. اهلين يا ابو ضاي. الله يحميكم يا رجال. الله يعزك. اهلين عبدو. خير اخي معتز، شايفك مالك على بعضك.
صبحي شو ابو صبحي؟ صبحي غدروا فيه يا رجال. الله اكبر. شو عم تقول عقيد؟ ومنو هذا يلي غدر فيه؟ ما في غيره، يلي خطفه. الله يرحمك يا صبحي، الله يرحمك يا أخي. يا رجال، احنا لازم نصلي عليه صلاة الغاية. ايه واجب. الله أكبر. الله أكبر. يا جماعة بإذن الله كل راس شهر رح يكلها لحرمته لصبحي معاش مني. بس المخلوقة رح ترجع لبيت أهلها. يا أبو قاسم أنا دقدست وسألت عن بيت أهلها، طلعوا درويش وعلى باب الله وبيستاهلوا الصدقة. من بعد إذن الحاضرين، عيال صبحي وبيته من بابه لمحرابه أنا اللي مجبور فيهم، وبرقبتي هي ليوم الدين. الله يبارك فيك يا معتز. وفيكن يا شيخي. يلا بالإذن. سنة انتم سالمين. سالمين يا شيخ الصحة. مبروك جوازتك يا أبو عصام. الله يبارك فيك يا سيدي. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. يا أبو عصام قل لي ليش هيك عملت؟ ليش خبيت علينا حكاية جوازتك؟ أنا طلبت منه هيك. أنت شيخي؟ إيه نعم أخي أبو حاتم، أنا طلبت منه هيك. شلون هيك شيخي؟ ليش بجوز الواحد يكتم الجواز؟ مو حرام؟ هي فيها مقصد ابو ظفير؟ حاشا لله اخي ابو عصام يكون قاصد من وراها شيء، اعوذ بالله. بس يعني انا ما حبيتها هي شغله انك تخبي جوازتك مشان قدرك وهيبتك وقيمتك بين اهل الحاره. قيمته وهيبته وقدره محفوظين اخي ابو ظافر. بس نحن بدنا نفهم الشيخ، ليش يعني صار هالكتمان؟ فهمنا. يا جماعة الخير، جوازة أخونا أبو عصام صارت هيك فجأة، والحرمة أجنباوية عن الحارة، وإعلان الزواج كان راح يخلي الناس تحكي كثير. فأنا طلبت منه إنه يسكت عن الموضوع، والحمد لله هلا الناس كلها دريت ومشي الحال. إيه الحمد لله إنه مشي الحال. ألف مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك جوازتك أخي أبو عصام. الله يبارك فيك يا سيدي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. شلون أجلها يعني أكيد؟ شلون؟ الفرنساوي هو اللي قتله الصبحي لأنه ما حكى على قبلتنا. نأجلها يعني نأجلها. شو نبيل؟ أبو جودة كتكوت صغير وحقه متليك مصدي بوقت الغلا. أنا بدي الراس الكبير، بدي الأرنب، وقبل منه بدي الداسوس اللي عطى على صبحي. شو هيك؟ معك حق أكيد، نحن لازم نعرف مين الداسوس. وهذا شلون بدنا نعرفه؟ بدنا نعرفه يعني بدنا نعرفه. بدنا نعرفه اليوم قبل بكرة. شو ناوي تعمل عليه؟ يا آدم لازم تدير بالك على شغلك. يا من تراك يا عم تشرب شاي يا نايم يا عم تطحنك. أنا؟ ايه أنت. خير أبو جودة شو في؟ أهلين عقيد كنت عم له فارس، بدنا غيره نجيب حدا غيره. ليش تجيب غيره بالي؟ ما بعرف، اسأله. من يوم اللي بلشت المشاكل بالحارة بنسأله شو في يا فارس؟ ما بعرف سيدي. شو اللي صار يا فارس؟ ما كنت هون سيدي. وين كنت يا فارس؟ موجود سيدي. هو كذاب. يا نايم يا عم اشرب شاي يا عم طحنك. ليش انت شو اشتغلت ابو جودة؟ هات لشوف، شو عملت؟ شو سويت لنا بالحارة؟ لقط شي واحد من اللي عم يعمل مشاكل بالحارة؟ عدل لي اياه. في لك يا عقيد يا عقيد الله يطول بعمرك، اخي انا كل شغلي مرتبط بعب فارس، عب فارس ما شاف شي، ما عم يشم يا اخي روست الخيط، انا بوصل اللي بدي اياه. ابو جودة تعال اقول لك عاوزك بكلمتين. خليك رستو. ابو جودة لا خلص اعتقوا لابو فارس، اعتقوا زلمه درويش وعلى باب الله. جبنا عقيد جبنا يا اخي، ما عم يشتغل شيء طول الوقت، يا نايم عم يشخر يا عم يشرب شاي وطحنها. خلصنا ابو جودة. ما عم يساعدني يا عقيد، ما عم يساعدني. خلص عم يساعدك، خلص بيساعدك، وانا عندي هذا الزلمه، عندي انا شايل لك اياها. ماشي خلص طالما عندك. شوف يا عب فارس، هالمرة رح كف نظر عنك مشان العقيد، مرة تانية على بيتها، ما هيك عقيد؟
معلوم. السلام عليكم. وراي يا ابني. سلام. وقت ولا الهوى رماك؟ هات لنشوف مين انت يا قصوص. عزيز داخل على الله عليك يا عقيد. الله يعطيه العافيه الشباب. اهلين بكباريتنا والله. خير خير ان شاء الله خير. شرف عمي ابو حاتم. شعو الندل اللي ما بينت فيه لا العشره ولا الخبز ولا الملح. شعو. لك عزيز؟ والله يا عمي ابو حاتم الله وكيلك غصب عني شغلوني معهم. ولك شلون غصب عنك؟ ولك عزيز شلون؟ الله وكيلك يا عمي هددوني بدهم يهتكوا عرضي ويحطوا امي بالسجن ويقتلوني كمان. مشان هيك اشتغلت معهم. الله وكيلك هذا اللي صار يا عمي. اخس يا عمي شو مالك بس؟ لك ما تحكي ما تنطق. شو مالك حدا انت؟ مالك ظهر؟ ما كنا حميناك؟ ولك هانت عليك العشرة والخبز والملح؟ هانت عليك عشرة أهل حارتك اللي وقفوا معك؟ ولك قتلوا لصبحي لأنه ما رضي يحكي وين هن الرجال. ومثل ما قال أبو عصام لو حكيت لنا كنا حميناك. والله نعم على قلبي يا عمي. الله وكيلك ما عرفت شو بدي اعمل. خفت على امي واخواتي. خفت على حالي كمان. وما خفت على بلدك؟ ما خفت على أهلك وناسك؟ أخصى عليك يا واطي. بعت أهلك وروحت شب لساته بزهرة شبابه. اللي مثلك لازم ينفعس. هي لا تاكل هم عمي ابو ظافر، اصلا هي شغلتنا، بس نحن عم نستنى شوركم. لك ابني الله ما انشاف بس بالعقل انعرف، ومن نعمه علينا اعطانا عقل لنفكر فيه. رحت اشتغلت مع الفرنساوي لتحمي اهل بيتك على حساب اهل بلدك، والنتيجه شو؟ خسرت الفرنساوي وخسرت اهل بيتك وخسرت اهل بلدك وخسرت حالك وخسرت دينك اللي علمك تحب الناس، تحب كل الناس مو لتأذيهم. شو نخلص عليه؟ لا استنوا عمي، استنوا شوي. يواش ولك عزيز، انت ومين كنت من اهل الحاره عم تعملوا هالعي والقصص والمشاكل هي؟ مين مشاركك؟ احكي لك ابني، احكي. هالحكي يمكن يفيدك اذا حكيته وقريته، احكي. ما لك احكي ولا احكي. ما الله يرحمه ويغفر له. اللي شغله هو اللي قتله، مشان ما يحكي وينكشف. ما بين حدا يا جماعه. ملح وداب. شو بدنا نعمل فيه لهذا هلا؟ بري عليك عمي معتز، اللي عملته انت والشباب بيرفع الراس. طالعوه على الحاره واسنحوه هنيك ليطلع الضوء. خلي الفرنساوي يشوف شو بيصير باللي بيشتغل معه، وبعدين بندفنه. لا بلا لا، الفرنساوي ابي بيعرف اللي صار، وهو اللي باعت حدا من عوانيته لحتى يصرفوه. الناس كلها بتعرف اللي إلها واللي عليها ابي. خالصين، خذوه وادفنوه وخلصنا. تعالوا معي. ابن عمي، أكلة بتحبها كتير ومساويت لك إياها من تحت إيدي ومخبيت لك إياها لحتى تجي، بس غمض عيونك تكة. لك شي يغمض عيونك؟ شو عم نلعب طمامة نحن؟ الله يوفقك ابن عمي، كرمالي
طيب كرمال جود. أنو هاي غمضنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا تكي وجايتك. لك وينك؟ فتحت تمك بس خليك مغمضها. لك شو هالحكي هاد؟ يلا ابن عمي كرمالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها فتح ورد الجوري. بيحرق علي شيك أصابع الست. امسكي لقلك، امسكي جود لقلك. بسم الله. راحت عليك يا ابني. ان شاء الله صحة وهنا. على قلبك. لك مين مسويها؟ انت مسويتيهم؟ طبعا انا. بري عليكي بري عليكي. يا عم ابو عصام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شباك ابو الجود. ابوك شو بو ابي؟ طالع من الحاره مع حرمته ايد جديده. لا لا معتز، اوعى اوعى تحكي عن ابوك بهالطريقه، اوعى. لك طالعه بالحاره وشها باين لك عصام. ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ حرام. لا سيدي مو حرام، وابوك ما بيعمل حرام، شو انا؟ لكن شو اسمها هي لك عصام؟ شو اسمها؟ لا حول ولا قوة. ليش هيك عملت؟ شو ايش يا اخي؟ طلعت ووشها مكشوف قدام كل الخلق، بصير هيك؟ وشها ولا شعرها؟ وشها شيخي وشها، حرام ولا مو حرام؟ لا يا ابني مو حرام. شلون مو حرام شيخي؟ شلون مو حرام؟ حريمنا كلياتها بتطلع بالملاية، ومن يومنا تعودنا انه الحرمة بتحط ملاية على وشها، بتسترها، شلون مو حرام؟ لا يا ابني لا. النقاب اللي هي الملاية هاي عادي الناس طالعوها ومنصوص عليها بالدين، بعدين لا هي فرض ولا هي مرفوضة. يعني الملاية مو فرض؟ لا يا ابني، الحجاب هو للشعر ولحدود الوجه، والآية الكريمة بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني الوجه والكفات. أيوة. والحمد لله إنه إسلامنا دين يسر وما في شبهة بالكلام، وأبوك ما غلط يا ابني. أيوة ماشي شيخي ماشي، ومنكم نستفيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترمس زبطت يا كان. سليم نزلي الصينية اللي شوف خالي. شو القصة خالي؟ نزلها لقلك. رتلك واقف اشوفه. شو بدك مني؟ الله يوفقك الله يوفقك. شو اعمل لك انا؟ كبيتني رزقي ليش عم تضربني؟ راس عم تحط ملح بصحن الفول يا واطي. لك مو انا اللي عم حط ملح. لك شفتك بعيني. انت يا تنكي عم تقطع برزقي يا واطي. ولك مو انا عامل لك بس انتوا بدكم تضربوني. عدس شوفي عم يكتكت ملح فوق صحون الفول هالواطي هالندل. لا ما عم لا والله العظيم. لا تحلف بالعظيم ولك بقص لك لسانك. ها لك يخرب بيتك من حالك. لا فعلا ما عاد تستحيك انت. لعانك شو بسوي فيك؟ اتركوا هلا يدعوسك حتى تتربى. اتركوا. عن شو عم تحكي عم عصام؟ والله ما عم بعرف عن شو عم تحكوا. وطي صوتك. بطلت انا شو عم نحكي بهيك؟ عم تتغشمن ولا؟ شوف لك تنكي فتحنا لك باب الحاره وقلنا لك تعال فوت تترزق على كيفك وما حكينا شيء. فوق كل العواطل تبعك وكل الفينات اللي عم تعملها جاي عم تكذب كمان؟ لما اغراضك ونقلع المول ولا؟ يلا عصام ما حدا بينقلع بالحاره، اللي بده ينقلع بينقلع باسمي انا. رجل تنكي اذا بتدوس باب الحاره بدي يكسر له اياها بجودات. رجل تنكي ما بتعتب باب الحاره. شو هالحكي؟ شايفك عم تحكي بنفسك باب الحكومه ما شاء الله. ما حدا اكبر بالحكومه الله يرضى عليك ايوه. بس هذا رجله اذا بتعتب باب الحاره انا حكسر له اياها. يلا ولا؟ تنكي ما راح ينقلع برات الحاره، راح يضل هون بالحاره ويشتغل. ايش كان غلط انا اللي بعاقبه. شرف عاقبه شرف. عم بيحط لي ملح فوق صحون الفول، عم بيحاربني برزقي هالواطي. انت عملت هيك ولا تنكي؟ جاوبه ولا؟ لا والله ما. لا تحلف بالعظيم ولا؟ بيتك من حالك. انا شفتك بعيوني هاي اللي بده ياكلها الدود. يلا درمل من هون، درمل واسمع مثل ما قال لك ابو عصام، درمل. الله على المفتري الله على الظالم. لا خلاص ولا روح
يلا كل واحد على شغله. يلا كل واحد شغله لك. حركوا حركوا يلا حرك ما بعدين ماشي وراي يا ابني وراي. عمى بعيونه هو الطمع عامي عيونه عمي يخرب بيته من حاله. العمى مع انه فقير ومعتر بس اذا كان فقير بده يعمل عمته لتنكي عال ولا على صفار الدنيا معصفه فيها خير بنوب. والله معك حق يا ابو عصام، نحن تسامحنا معه كثير من اول ما جاء الحاره ما بنعرفه، تسامحنا معه. على كل هلا اذا بشوفه بالحاره بدي اكسر له رجله. لا مو انت رح تكسر له رجله عم يا ابو حاتم، انا اللي بدي اكسر له رجله وعلقها برقبته. انت ما بتتدخل ما بتتدخل انا بحلها. انا واصل مشوار وراجع. والله معك. شو طينته بالزلمه؟ شو طينته؟ يخرب بيته. اقعد عمي، اقعد خليني اظبط لك النار، اقعد روق. المعاهدة هي عقيد، والمحتل رح يضل هون يعني احتلال. شو استفدنا يعني؟ هيك ما بنستفيد شيء. خلينا نستنى لنشوف شو بده يطلع معهم هدول. بعدين اذا ما لغوا المعاهدة وتموا الفرنساوي ساعتها بنعرف نحن نتصرف. وانا من شور العقيد. يا جماعة الخير، الفرنساوي بيطلوا محتل بالحكي ما بيمشي الحال معه بنوب، لأنه نحن هيك ما نكون عم نضيع وقت كتير. روقنا نبيل، روقنا. الله وكيلك قلبي فاير أنا الثاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلونا هلا نحكي بقصة عزيز وصبحي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله محييك يا عقيد، الله محييك. هاي السير اللي بنحكى فيها. ايه لأنه عزيز كان داسه الكومندان مو أبو جودة. رهينة، ايه بناخده رهينة ومنطلع كل المحابيس اللي بسجن القلعة، وساعتها منسلمه مثل الكلب انت اكبر اتر. شلون بدنا نشده من هنيك؟ الا ما نكمشه. هلا هو ما بيطلع دورية على المخافر؟ قصدك نلطيله؟ ايوه نلطيله. شوف ابو العز، يلي بده يتطاول على الحكومة بده ياكل نصيبه. هلا ابو بدر عم يتطاول على الحكومه. ايه ابو بدر لا له طول ولا له عرض ولا له مدخل ولا له مخرج، ملبسه قرططه محننه وبده يتطاول عليك. قل لي لشوف ليش رفعته فلقه؟ قلت له اب بدر قدام مني بده يعمل مرجل ويتطاول علي، شو رايك بقى؟ كركرني ابو جودة للضح. ابو بدر عم يعمل عليك مراجل. مخلوع اساله. لا ما بدي اساله، ما بدي اساله، بدي اعرف منك هلا ليش رفعته فلقه؟ لك بني ادم قلت لك عم يتطاول علي. هلا ابو بدر عم يتطاول عليك ابو جودة؟ ابو بدر هيك الله خلقه ما فيه يعمل مراجل على حدا، وشيت انك ترفعه فلقه هي مو وارده. لا اله الا الله. لك معتز فهمني بقى، عم لك تطاول عليه عم يعمل علي مراجل وانا رئيس المخبر بجودة شبك. ليك؟ ليك؟ ماشي رح اصدقك، بس تاني مرة من بعد امرك اذا تطاول عليك ابو بدر انا باخذ لك حقك منه، انت لا ترفعه فلقه منيح. حاضر. مرت التان وقت اللي بده هيك يعمل مراجل علي ابو بطيخ ابو بدر رح اقول له الله يسامحك، وبيجي لعندك بقول له بدي اشتيك لعمه معتز. منيح هيك عقيد؟ منيح. لك اخ قل لي يا ابني والله شلشتني. اسمع بدي اياك تطلع لعند الرجال من فورك. امرك يا ابي، بس ليش؟ شو ما تعرف ليش؟ عميل مثل ما عمل لك وبس. حاضر يا ابي. يلا مو هلا، استنى شوي على المهدوي بس اتعدى بالحي، تتكل على الله. امرك يا ابي، روح على المخدع روح. يعني ما بدك تقولي ليش رايح؟ خلصت خيريه خلصت. ايه والله ما صدقت امتى صرت بيناتنا والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجال عاوزيني فوق. معلش انت لا تاكلي هم، هاتي هاتي هاتي. يا بي الله يحمي لي اياك يا رب.
سيدي. وينه؟ سيدي مانو بالبيت. وين بده يكون يعني؟ والله يا سيدي فتشنا البيت قرنا قلبنا فوقاني تحتاني ما لقينا سيدي. ليش ينادي ابو تيت؟ وشي له الطبيب حمزه. بتلخ مسيو. Allô, passe-moi le lieutenant Francis. Francis, écoute-moi bien. Te débarque tout de suite chez le Tabib Hamza. Oui, dans le quartier de Daba. Si tu trouves Abou Issam chez lui, tu m'amènes les deux. Les deux. Entendu? عيونك ما بتشيلها من بيت ابو عصام، مفهوم؟ وي مسيو؟ نادية مسيو. Nadia. On verra demain. Je dois le retrouver. لك والله رهيف قلبي. لك وينو هالأرنب هاد وينو؟ طول بالك إلا ما يطلع. لك ليكو أخي معتز. لك هذا هو الأرنب بيان. معنا شو ها؟ معه عسكر مثل الدبان. وإذا كان؟ لك شو إذا كان؟ لك خليني صيته. لا طول بالك. إذا قوصناه هلا راح ينكتونا نكت. لك ينكتونا. لك بس نكون غداري منه هذا الكلب. طول بالك نبيل، طول بالك، القصة بدها حسابات شوي. أخي معتز أنا ما حد استنى. طول بالك عم بقول لك لا تقوز. نبيل خلص اتركوه. نفد المرة يوم جاي. اتركوه عم بقول لك. أهل الشام انفزعوا! انفزعوا يا شام! طيب شوفي بشير شوفي علقت يا عصام علقت! لك بين مين ومين فهمنا اهدى شوي اهدى. الفرنساوي هجم على جماعة الكتلة الوطنية اللي جايين يشاركوا بحفل تأبين هنانو. يا لطيف روح خبر لطيف. يا رجال يا رجال جمعوا هاكم، خلينا نروح نساعد جماعة الكتلة الوطنية. يلا يا رجال يلا يا رجال. أبي وينه أبي؟ ليكو جوا شو في عصام؟ يا أبي شباب الآن بالشام بين الكتلة والفرنساوي وأهل الحارة هلا نازلين على الشام. شو الحكي؟ يلا يلا يلا. ابن عمي ديروا بالكم الله يقويكم. يا محتل برا برا. يا محتل برا برا. اطلع منها الأرض الحرة. اطلع منها الأرض الحرة. يا محتل اطلع اطلع. يا محتل اطلع اطلع. أرض الشام ما بتنباع. أرض الشام ما بتنباع. يا محتل اطلع اطلع. يا محتل اطلع اطلع. ما حدا يرجع يا رجال ليطلع ابو بدر من الحبس. بغيابكم اجوا رجال الكراكون واخذوه. يلي عملتوه انتو بيرفع الراس، واللي عمله ابو بدر بيرفع الراس اكثر. عيب عليكم حريمكم كشفت عن وشها. ابو بدر ابن اصل وانتو اهله، ورجونا فعايلكم يا رجال. قوم ابو شوقات قوم طالع الحذر يلا. طول بالك ابو عصام، طول بالك خليني اوضح لك الصورة، أكيد فهمها غلط. يا قليل الشرف عم تفوت على بيت ما فيه رجال. الله وكيلك يا سيد عصام، ما بعرف انه ما في حدا. كذاب! انت رايح على البيت وبتعرف انه ما فيه رجال، لك والله لا شم من دمك. سيد عصام الله يسامحك، الله وكيلك فهمها غلط انت. ابو جودات حاجة حكي، حراك طالعوا لأبو بدر وانت حسابك بعدين. اتركني يا ابو حاتم اتركني. لا يا ابو شوقات
عم تسحب شبريتك علي. الله يسامحك الله يسامحك. وهيك ابي لك تكلي يا ابي، مالك شايف شو عم يعمل؟ ابي ضبط. وطلع بدر يلا يلا على راسي يا ابو عصام. قعدك عم ابو عصام عم يا ابو حاتم. الفرنساوي فايت عم يفتش حارات الشام حاره حاره. توكل على الله. روح طالع يلا يلا حاضر حاضر. وصل بدر بيدك على البيت يلا وراه. وصل عمي. انت مطلوب ابو عصام. لعينيك. انت من اعضاء كتله وطنيه وانت بتعرف شو عملت اليوم من فوضى. ابو عصام تفضل معنا. انت مالك حكم علي؟ انت بدك تسلمني شباب المطلوبين. انسى. رح يصير في دم ابو عصام، رح يصير في دم. احنا ما بدنا دم. طيب ابو عصام. طيب. الفسحه يا شباب، الفرنساوي صار على باب الحاره. حركوا شباب. وسعيك يا امين. وين الوفود؟ اذا جاي لتمسك الوفود تفضل امسكنا، نحن الوفود جعنا قدامك. نحن ما بدنا هذا منكم، نحن بس بدنا وفود. لكان بتروح عمي وبتطلب هالطلب من ناس لا عندها شرف ولا عندها نخوه. على دمنا بتاخذوا الوفود. معناتها انتو مو ناويين الخير؟ الغريب بس يقلي عمي، الخير لحاله بيحضر.
وين بدك تروح يا شوكات؟ ما حدا فيكم رح يعتب برات الحارة، والوفود رح ترجع من محل ما يجي. وتكرم عينك. تأخرت كثير لكواوي. لا بالأخير وصلت، الحمد لله على السلامة. يا أهلا وسهلا. كلمتين ما في غيرهم، سلموا الوفود أحسن لكم. إذا مفكر إنه الفرنساوي رح يحميك بتكون غلطان لكواوي. كب هالجنزير من إيدك وفوت بريشك أحسن لك. إجا الوقت يلي رح يتكسر فيه راسك يا حارة الضبا. عليهم يا رجال. يا ميت أهلا وسهلا بالنضل الواطي. روح هيك قرب. يا ندى الواطي لك انت البسة قليلة عليك. ضربت يا ابن الكلب. تعال يا ابو حاتم. على مهلك يا ابي على مهلك. شوي 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 شوي. زود معي يا ابو حاتم زود معي. على مهلك. بسم الله بسم الله. روح من هنيك روح من هنيك يا ابو حاتم. خالد تعال عندي لهون، تعال عندي خالد بسرعة. بسم الله بس ايدك ارفع له رجليك. بس عندك. كعبس سلامتك. سلام. شوكات شوكات يا لطيف. خليني اشوف. قاسم يلا انت شو عملتي؟ شو بتفوتي علينا هيك فوتي؟ شو هاد بدي شنطتي بسرعة. يلا بسرعة. بعد هيك يا مو بعد هيك. قولي على قوتي يا أبي يا أبي كسر ايديه والقلم. أبو هيثم قولي علي يا أبي. عصام لا تدخل بسرعة. طولي بالك احترامي يا سيدي انقتل الضابط بيك. قتلوه يا سيدي. وطننا كثير صعب. بدنا مؤازرة مشان الله يا سيدي.
جثة الضابط بتيار بحالة الضبع يا سيدي، نعم نص الحرم. اخي معتز اجى عبده. شو جابه هلا؟ الحمد لله على السلامة ابن عمي. عصام شبه ابوك؟ اهدى شوي، ما فيها شيء ابوك. ابوك شبه ابوك؟ لك ما فيها شيء، اهدى معتز. ولك وينه؟ إيه لا يا بي يا بي يا بي لك فهمني لوين رايح؟ بدي لوب عليه. ولك وين بدك تلاقيني هالليل؟ بدي انكته من تحت تقطيع الارض. دير بالك في هذا واحد غدار. لا تخاف علي يا عصام. دير بالك ها. دستوري يا شقال. دستوري يا فضايات. خير شو في؟ وينك بيكون؟ ما عندنا كبير غير الله سبحانه وتعالى. من آخره شو بدك؟ راح لكم شغلة واحدة وبس، وما راح أقول غيرها. أنا من أولها رح تتشرط علينا. تفضل قول شو بدك؟ بتسلمونا الوفود. شو أمرت سيدي؟ عم بحكي عربي. بتسلمونا الوفود. الوفود ما راح تتسلم يا جناب الكومندان. راح تخسروا كتير كتير. ما حدا بيموت ناقص عمر. فهمتها هي؟ الحارة تسكرت. لا في فوتة ولا في طلعة، لا في أكل ولا في منع، حتى تسلمونا الوفود. فكروا منيح. لا تتعب حالك، ما راح نفكر، فكر انت او ارجع على السرايا، واحسن اذا بترجع لبلدك كمان. في معكم مهلة حتى الساعة 9 المساء. بعدين رح يكون في إجراءات تانية. فكروا منيح. أنا طالع عم على سطيح، بدي أخبر معتز والشباب. ماشي، أنا راح أخبر أبو النار. يلا نيسر. شو في بشير؟ الفرنساوي محاصر الحارة وقال بدهم يانا نسلم الوفود. شو الحكي؟ مثل ما عم قال لك. أبو الحكم مور عقيد، لم اللي رجال الحارة وطعم على السطيح والحقوني لحد الضبح. بس الشباب الحمد لله على السلامة. أمان. حي خاطر. شو صار؟ هات لشوف. والله سكروا الحارة. اي بعرف، شعون الشباب فاي رح يطلعوا على الاساطيح وينزلوا لعند منا لهون. لا، أبي عم يقول إنه هدول الرجال ما لازم يقربوا أبداً، لازم يضلوا بعيد. اي ما في مشكلة، بس شو مشان الصوص؟ ما طرفت عيننا عنه وكله تمام. بعدين الكبارية جمعوا كل نسوان الحارة ببيت عمي أبو حاتم مشان يطبخوا لأهل الحارة. اسمع لك عبدو، احمي حالك وروح لعند الشباب. ايه؟ Mes respects, monsieur le commissaire. Le quartier est toujours en siège. Non, monsieur, je ne crois pas. Les délégués n'ont pas reçu les déclarations des divisions de pays. Car ils sont dans le quartier et le quartier est en siège. Monsieur, la question est devenue assez grave. C'est une question politique. Messieurs, tout à fait. Messieurs, je veux une décision de votre part pour faire sortir les délégués chacun à son pays. À vos ordres, monsieur. À vos ordres. Mes respects. هاي مشان دار أخي النمس اللي برقبت. زدت الشبرية تبعك والفرد على الأرض.
ليش هيك عملتوا له؟ شو عملت؟ ايوه كل هذا اللي عملته لسه عم تسأل شو عملت؟ ولك قتلت فياض رفيقك، قتلت فهمي، حرقت الفرن والمضافة، وجاي تقتل ابو عصام، وعم تقول شو عملت؟ شو ما بقى عندك حكي ما تحكي ولا؟ شو بتحب احكي؟ هيك ناس ما بتعرف تحكي عمي ابو حاتم، لانه الاذى بدمها. لك يخرب بيتك، دخلناك على الحاره وسويناك واحد منا وفينا، خنت الخبز والملح يا واطي. خسرت دينتك واخرتك يا دون. خلصنا ابي عصام. مور يا ابي. ابي وشك على الحاره، اجمالي كبارة الحاره خلينا نشوف شو بدنا نعمل فيه لاد. امرك يا ابي. راجع لك يا واطي. عرضية يا ابي عرضية. شيلوا على وجهي. شوف الواطي معي. انا وش؟ عرضية. عرضية الواطي. ليوتنو، باقي ساعة. إذا ما سلموا الوفود بتحقق الحارة ويلي فيها. انتندي؟ حاضر سيدي. رح تسلمونا الوفود؟ شو مفكرنا بنشتغل عندك؟ تقول سلموني الوفود نسلمك ياهن؟ ما تعودت علينا؟ ما عرفت بلاد الشام واهلها؟ احنا ما منسلم اهلنا الا على دمنا. ولو شو ما طلعتوا بيانات تقسيم، شو ما طلعتوا وشو ما كتبتوا وشو ما ختمتوا، البلاد لك قدامك، وحده وحتضل وحده. بدكم تقسمونا قسمونا، بس بلانا خلصوا منا بالاول، جربوا. ليكنا طلعنا ضد التقسيم، وصدق ما حدا رح يوقفنا.